لحد الآن كاين ثلث مجموعات لعبت اللقاءات الثلاثة واتضحت الأمور فيها. احنا قبل هذا نشاهدوا وين رانا ندوروا بعد ثلاث مجموعات هذو. هاو البروغرام عطينا الآن وين رانا مع أحسن 8 لحد الآن رانا متواجدين في أي مرتبة. رانا في المرتبة الخامسة قبل إجراء الجولة الثالثة، يعني منتخبات اللي راهي في المرتبة البوسنة والهرسك لعبت 3 مباريات عندها 4 نقاط. السويد كيما احنا لعبت 2 ماتش عندها 3 بوان. كرواتيا بنقص 1 ايضا. كوريا الجنوبيه اللي لعبت كل المباريات وحنا عندها نقص 1. احنا عندنا نقص 2. رانا في المرتبه الخامسه مع لي مير مير تاع لي 12 جروب المجموعات 12. الباراغواي لعبت مباراتين عندها 3 نقاط. اسكتلندا ليكوس انا ديباسي ليكوس اللي عندها 3 بوان ولعبت كل المباريات وعندها نقص 3. في حال ما إذا الجزائر خسرت لا قدر الله 1-0 نقولوا كيف نقص 3 ولكن حنا سجلنا هدفين وما سجلوا هدف، يعني رانا خير منهم في الترتيب. على كل حال كل هذه الحسابات ومع من سنقع الأمور لم تتضح بعد، خاصة أنه كاين 3 مجموعات انتهت. أعطينا المجموعات الثلاثة، المجموعة الأولى الثانية والثالثة اللي تلعبوا اللقاءات. أعطينا نشاهدوا المجموعات. المجموعة الأولى المكسيك، رانا نشاهدوا المكسيك تأهلت ب9 نقاط بعد لقاءات الأمس، فازت ب3 مباريات. المكسيك منتخب قوي وقوي جدا. جنوب إفريقيا 4 نقاط، أمس أدى مباراة كبيرة أمام كوريا الجنوبية. صراحة فاجأنا منتخب جنوب إفريقيا، لعب مباراة ربما الأحسن في ال3 مباريات تاعو. كوريا الجنوبية أمس لم تكن في المستوى لكنها تبقى في السباق. خلينا نشوفوا الترتيب دائما. كوريا الجنوبية ب3 نقاط وتشيكيا لا تشيكي غادرت خلاص، يعاودوا يدخلوا للدار عندهم 1 بوان. كاتريام في هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي لعبوا فيها أيضا كل مباراة سويسرا اللي ممكن تطيح مع الجزائر. الأول من هذه المجموعة الثانية يقدر يكون يواجه الجزائر عوض كندا أمس كانت خارج الإطار. سويسرا 6 بوان، كندا 4 نقاط، البوسنة والهرسك 4 نقاط وما زالها متأهلة مع ليمير تروازيام، وقطر 1 بوان فقط، نقطة واحدة. قطر غادرت السباق وغادرت المونديال. المجموعة الثالثة اللي تلعبوا فيها كل المباريات البرازيل عائدة بقوة، أمس زاد فازت بثلاثية كاملة. المرتبة الأولى ب7 نقاط رفقة المغرب، ولكن فارق النقاط البرازيل أحسن. المغرب في المرتبة الثانية. اسكتلندا اللي تبقى تنتظر عندها 3 نقاط مثل الجزائر ولكن نقص 3، هي اني با انكور سور تبقى تنتظر في أمريكا. دولين يقدر يحكم الكره، يقدر يتقدم، يقدر يسجل يدير لك لا جو بونس باللي داريير لازم يسويفيو. الجارديان لازم يكون في المستوى، لا ديفونس لازم تكون في المستوى. سي تو اون بون ديفونس ان بون جارديان دوان اون جينيرال تجوز المقابله ديالك. مي ابري واش يطيح لك في لي 30 متر ولا ما عندكش اون اتاك، ما تلعب بزوجه، ما تكونش عندك اون اتاك بيركوتونت تخرج فاس في 20 مينوت ولا باش تضيع وتقعد تضيع، يعاود كل شيء يدور عليك. جو بونس باللي لا كونسونطراسيون في هذا لو ديرني ماتش اللي راهو ماتش انا بور موا الي مصيريه طبعا باسكو هذا لو ماتش هذا ما نلعبوش باش ندير ماتش نيل، نلعب باش نربح ولا ما نربح. درت ماتش نيل راني راح نلعب ان 16 فينال اللي راح يكون ديفيسيل، معناتها نوجد الفريق اللي يقدر يلعب لك ان 16 فينال في مستوى المنتخب ديالنا. واضح. تفضل سالي. انا نظن اليوم ما خليناش كاع نطرح له اسئله. هو لا باش عادي انا بوزي روحي باش عادي. انا نظن قبل ما نتكلموا بيصير كل فريق ما يدخل باش يربح، ولكن قبل ما نقولوا ندخلوا باش نسجلوا اهداف لازم نخموا كيفاش ما ننكيسيوش، كيفاش نشدوا البالون اكثر من الاخرين. هذا هو المشكل مهم. كي نسلكوا من هذا من بعد ماركينا فايده، ما ماركيناش فايده، لان تخرج مع الطابله كما يقولوا وانت جاهز هكذا. انا نظن لازم على حسب رايي، ما نقولش لازم باسكو هو مدرب يعرف خدمته. انا ليا لازم يلعب 5 زاري لاتيرو 3 زاري سونترو، فهمتي، ويدير اون بلوس يدير سونتينال كما يقول نطالب مثلا نطالب. ومن بعد عندك 3 لاعبين وبن بوعلي قدام. اخر الاخبار تفيد انه
قد يشارك بمهاجمين اثنين، قويري مع بن بوعلي، ويستغني عن الأطراف، يعني ما يلعب، وشيبي سيلعب في وسط الميدان روليور مع مازا. نعم، شيبي كما لعب دوزيام يعني قلت لك انا لي ديفونسور باين لي زاري لاتورو، واحد ارتكازي كما يقولوا سونتينال، وعندك ثلاثه هذوك اللي يلعبوا كما قلت قويري شيبي قويري ومازا، وعندك بن بوعلي. هكذا علاش عندك ما يجيو يلحقوا يجيو لك، عندك ديجا ما نقولش بن بوعلي اللي هو مليح كي بريسي اللي يقلق لا، مي عندك ديجا هذوك ثلاثه ديجا هما كان يحكموا الخير، ومن بعد عندك سونتينال اللي الدور تاعو يكوبي فهمني، او كيروحوا سير لي كوتي، واللي زاري لاتيرو راهم هنايا كي بوقت الدفاع يدافعوا كيما يلزم الحال، الا اون بريزيرف نحافظوا على نوتركاج يعني قويه جدا، يقول لك ندخل نفوز، هذا شيء عادي. بالنسبه للمنتخب النمساوي الفوز او التعادل سواء، يفوز 100-0 يبقى في المركز الثاني، يتعادل 100 يبقى في المركز الثاني. واش يقول ندير تعادل مع المنتخب الجزائري؟ ما قلتلكش يقول، لكن قلت لك يعني الفوز يبقيه في المركز الثاني، والتعادل ايضا يبقيه في المركز الثاني. نفس الشيء بالنسبه للنمسا، يعني تفوز او تعادل نفس الشيء. ولكن لما تفوز تكون الثقه عندك اكثر. محمد، اي مدرب، انا قلت لك هو معنا سمير هنا يدرب، اي مدرب ما يقولش ندخل نلعب على التعادل، لان لو تلعب على التعادل محمد اذا ما درتش تعادل تقدر تخسر. لكن كاين شيء مهم يجب الاشاره اليه، المنتخب النمساوي الفوز او تعادل سواء بالنسبه له، لكن خسارته امام المنتخب الجزائري قد تقصيه من المنافسه. يعني هو يلعب على فرصتين، يفوز راه في المركز الثاني، يتعادل نفس الشيء راه في المركز الثاني، لكن لو يخسر ما ياخذ لا المركز الثاني لا المركز الثالث، يخرج من المنافسه. الفريقين يدخلوا بحسابات، ما راحش يغامروا 100%، لانه نتيجه ايجابيه، نتيجه تعادل تخدم الفريقين. ما نقولش كي نقول هكذا ما كاينش لونجاجمون، كون كاين لونجاجمون كل فريق يلعب لا شونس تاعو، مي ما يغامروش بنسبه كبيره، لانه التعادل راح يرضيهم. انا نقول باللي واش هضر لك بلاتين على النقاط عندنا ناقص 2 بنفس عدد الاهداف المسجله ونفس عدد الاهداف اللي تلقيناها، سجلنا 2 وتلقينا 4. الفيفا ستعمد الى حساب اللاعب النظيف. اللاعب النظيف نحن افضل منهم، لانهم لحد الان يميدوا عندهم بطاقه حمراء الميرون. نعم، وعندهم 7 بطاقات صفراء. الحين احنا نحوزوا وحده ولا اثنين فقط لانه ضد الارجنتين نعم. لدينا ولا بطاقه. نعم، بارك الله فيك ميدو. إذا تعادلنا معهم في اللاعب النظيف، الفيفا ستذهب إلى مقارنة الفريقين من حيث ترتيب الفيفا للشهر السابق، إذا كان نفس الترتيب الشهر الذي قبله. احنا عندنا المرتبة 28 وهم في المرتبة 41، يعني احنا أفضل منهم. يعني اليوم نستطيع القول بأن المنتخب الجزائري غير مطالب بالفوز على النمسا، يكفيه التعادل. ننتظر الآن بقية اللقاءات. لماذا؟ لنكتشف هل يمكننا التأهل حتى لو خسرنا أمام النمسا، هذا ما ننتظره. أما التأهل ب4 نقاط فصار الآن تحصيل حاصل، التعادل أمام النمسا يؤهلنا كصاحب أفضل مركز ثالث مع ال8 المتأهلين. مباراة غريبة الأطوار. كيف؟ المنتخب النمساوي يفوز أو يتعادل نفس الشيء بالنسبة له، يعني ما كاش فرق بين التعادل والانتصار، ما يربح ولا شيء من الفوز. باغي يصدق عليك ولا كيف؟ من غير المعقول انك تروح تطلب قميص ليونيل ميسي قبل بدايه المباراه، هذا مرفوض تماما. ولو انه تبقى مجرد ذكرى، اللاعبون عوضونا بعد ذلك وفازوا على المنتخب الاردني وانعشوا حظوظهم كامله من اجل التاهل الى الدور الثاني. ان شاء الله نتاهلوا امام المنتخب النمساوي.